السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير اتحدثت في الموضوع ده وهتحدث كتير وأقول الأبطال الحقيقيين هم موجودين هنا، موجودين تحت الأرض. الأبطال الحقيقيين اللي هم التاريخ، واللي هم ما يقولوش غير الكلمة الصح والطريقة الصح ويمشوا غير في الصح. هفضل أقول لغاية ما هبقى عنديهم في يوم من الأيام إنه الأبطال الحقيقيين والناس الحقيقيين والرجال الحقيقيين هم مكانهم هنا، مكانهم تحت الأرض في المقابر، مكانهم عند رب العالمين. هم دول الأبطال الحقيقيين، واللي يقول عليهم رجالي واللي هنفضل نقول عليهم رجالة ونقول عليهم هم التاريخ. هم التاريخ. هنا الأبطال الحقيقيين اللي كل واحد من هب ودب يقول لك أنا راجل وأنا كدي وأنا كفو وأنا أعمل وأنا أسوي وأنا مش عارف أعمل إيه. قسما بالله ما تقدر تعمل حاجة ولا هتقدر تعمل حاجة، لأن الأبطال الحقيقيين هم اللي سجلوا التاريخ وهم اللي قالوا كلمتهم في البداية. فما نجيش إحنا بعديهم ونقول كلمتني. إحنا نمشي على الطريقة اللي كانوا ماشيين بيه، نمشوا على الفعل اللي كانوا ماشيين فيه عشان نبقى زيهم ونبقى قلدناهم. نقلدوا تاريخ أباتنا ونقلدوا تاريخ أجدادنا ونقلدوا تاريخ خوالنا وعمومنا من اللي رحلوا تحت الأرض وعند رب العالمين. فمحدش يطلع ويصنع ويقول أنا التاريخ وأنا وأني. أنت تاريخك التاريخ أبائك وأجدادك، تاريخك التاريخ أبوك وجدك وخوالك وناسك وأهلك. تاريخك التاريخ اللي صنعه أبوك وجدك، هو ده التاريخ. انت ما عملتش تاريخ ولا هتصنع تاريخ. اللي صنع التاريخ جدك وآبائك، هم اللي كانوا تاريخ حقيقي، هم اللي كانوا يتكلموا كلمة الحق ويمشوا غير في الحق ويمشوا في الصلح ويمشوا في الخير ويمشوا في جميع حل المشاكل اللي كانت خارج القرية أو داخل القرية، داخل مركزك أو خارج مركزك. هم دول الأبطال الحقيقيين اللي نقول عليهم أبطال. هم دول اللي نتشرف بيهم ونبقوا قمة وفوق راسنا من فوق. هم دول الأبطال الحقيقيين. لكن انت مش بطل عشان انت ما عملتش زيهم ولا مشيت مشيتهم ولا قلدت طريقتهم ولا حكيت حكاويهم. فهنا وهفضل أقولي لغاية ما يوم في الأيام هبقى عنديهم. هم دول الأبطال الحقيقيين اللي يتقال عليهم تاريخ وليهم جرد حقيقي. جردهم في الحياة بين لجميع الناس، بين في السماء وبين في الأرض. هم دول الجرد الحقيقي اللي بجميع الناس تحكي بيه وتتشاور بيه وتقول فلان كان ورحل، فلان كان راجل وكان يمشي مشية راجل وكان يحكي حكاوي الصح. هم دول الجرد الحقيقي والناس الحقيقيين. وهفضل أقولي هنا الأبطال الحقيقيين. تحياتي لكم، ومحدش يفهم إنه الكلام موجه عليه، ولكن الكلام موجه على العامي وأنا أولكم. تحياتي لكم.